بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرجل الذي له زوجة طيبة جميلة ذات أخلاق، هل هذا جزاء؟ كلا. الكثير يظن بأنه هو أحبه الله وهو قريب إلى الله وهو أفضل من الناس، فجزاه الله عز وجل بهذه الزوجة، وأما الآخرين فعاقبهم لأنهم على سبيل المثال يظن بأنهم قلوبهم سوداء أو فعلوا كذا وكذا، بين قوسين يشمت فيهم. إذن هذه العقيدة تؤدي إلى الشماتة. إذن الرجل الذي له زوجة التي ذكرناها عز وجل ابتلاه بهذه الزوجة وليس جزاء، ابتلاه فقط، ابتلاه بها، إما أن يعود إلى ربه، يعني ذكره عز وجل بموعظة قدرية إلا وهي زوجة الصالحة أو الطيبة أو الجميلة أو ذات الأخلاق، لعله يرجع إلى الله. هذا إذا كان في اعوجاج. أما الرجل الذي هو ثابت وصالح كذلك ابتلاه بهذه الزوجة التي لها أخلاق حميدة وصالحة وطيبة. نعم. إذن هذا كذلك ابتلاه عز وجل لعله يشكر ويثبت. لماذا نقول ابتلاء وليس جزاء؟ لأن الجزاء لا ينفى لا يفنى، هو باق يوم القيامة. أما في الدنيا نقول ابتلاه بها لأنها معرضة إلى الزوال، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بما أنها هذه الزوجة سوف تموت فإنها ليس جزاء، ليست باقية. ويقول عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. هذه الزوجة مهما كانت صالحة وطيبة وجميلة فمتاع فقط، ليست جزاء. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. إذن هذه الزوجة الصالحة، إذا كنت أنت صالحا وكان لك الثبات في الحياة الدنيا فسوف ترث هذه الزوجة الصالحة، عبارة عن حسنة الدنيا وتصبح حسنة الآخرة، الباقيات الصالحات خير، تصبح خير وفي نفس الوقت تبقى إلى الأمد، إلى الأبد. نعم، هذه وتصبح أحسن مما كانت فيه في الحياة الدنيا من كل شيء، في الأخلاق والجمال ولا كل شيء. إذن حذاري، من له زوجة طيبة صالحة فاعلموا بأن إذ هذا إلا متاع، ليست جزاء بل ابتلاك عز وجل، امتحنك، أنت ممتحن فيها، يجب أن نحذر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو بين قوسين الزوجة الصالحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.